السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا طيبين ومن ربنا قريبين. نبدأ بالصلاة على الحبيب. النهاردة هنعمل الترند الكسكسي اللي سهل وبسيط، وإن شاء الله هنعمله وينجح معانا بإذن الله. هنحط كوباية واحدة من سميد البسبوسة في طاسة أو أي حاجة عندك، وطبعا سمنة بلدي أو زبدة اللي انتي موجود عندك واللي متاح. هنقلبه في الزبدة او السمنة. مش هياخد اي لون. بصراحة الوصفة دي يعني فعلا الله يبارك للي اخترعها. احنا ما كناش نعمله بصراحة بسبب مجهوده الكتير وبسبب ان هو بياخد غلبة كتير قوي. فان شاء الله الوصفة دي تبقى سهلة وبسيطة، ونجربوها ونعمله كتير بإذن الله. هنقلبه كويس كده، لكن مش هنخليه ياخد اي لون. احنا بس ايدينا فيه كده عشان ما ياخدش اي لون. تقليب حلو كده. ومجهزه معايا بنفس الكوبايه اللي انا عامله بيها مقدار السميد البسبوسه، هو اللي انا هعمل بيه الميه. المج واحد دقيق البسبوسه او السميد. هناخد 1.5 ميه. يعني المج بتاع دي البسبوسة هو اللي هناخد منه مج ونص. هنقلبهم كده ونضيف عليهم المية على طول. طبعا هدي النار على قد ما تقدري هنا. والشغل كله بعد الخطوة دي هيبقى النار هادية. هنقلب كويس، وإن شاء الله بإذن الله الوصفة تبقى ناجحة وتبقى سهلة، وبإذن الله تعجبكم وجربوها. وجربوا في مج واحد زي ما انا عملت كده، يعني ما تجربوش في كمية كبيرة، هو مج واحد بس اللي انا عملته. فهنفضل نقلب كده. طبعا بصوا العجينة هتشوفوها كده، استحالة تقول ان دي هتبقى حاجة في الاخر يعني. شايفين؟ مش هنيأس وهنكمل بإذن الله، وهتنجح وهتبقى زي الفل بإذن الله. شايفين عملت هنا عارفين عجينة البلح الشام؟ عملت زي عجينة بلح الشام بالظبط. هنكمل إن شاء الله. بس هو الخطوة دي عشان نبقى صراحة مع بعض، مش مجرد ما تحط المية وتقلبي هتبصي تلاقيه كسكسي، لا. هتاخدي بتاع 10 دقايق كده وانت بتقلبي فيه ومهديه النار وتقلبي فيه بالشكل ده. لغاية ما تبصي تلاقيه شايفة الشكل النهائي بتاعه. يعني ما شاء الله ريحته بقى بدأت تطلع، وريحته بدأت ما شاء الله، وشكله خلاص. يعني بصوا ما شاء الله. بس هتفضلي تقلبي على نار هادية لغاية ما تلاقيه وصل معاكي للخطوة دي. يعني لما تلاقي العجينة ماسكة ببعضها كده زي ما شفناها والكلام، ما تيأسيش ولا تقلقي، كملي. في الاخر خلاص حطيت انا معلقتين سمنة بلدي تاني كده زيادة يعني، لكن مش ضروري، مش عايزة تحطيهم، مش مشكلة، دول خلاص عشان هطفي عليه. والريحة جميلة جدا جدا والشكل رائع ما شاء الله. وفعلا الترند حلو وجميل جدا ويستحق التجربة. وما تنسوش الصلاة على الحبيب، ما تنسوش ندعي ربنا يشفي مرضانا ويرحم موتانا، ما تنسوش اللايك انتوا بتتفرجوا بيرفع القناة. وشكرا لكم وشكرا لدعمكم حبايبي. يا رب كلكم تبقوا بخير. الوصفة دي جميلة جدا جدا، وشكرا فعلا اللي اخترعها يعني. جربوها وفعلا مش هتندموا والله. ريحتها جميلة جدا وطريقتها حلوة قوي وسهلة طبعا على الخطوات الكتيرة قوي قوي على الطريقة الأولانية. شكرا لكم ولدعمكم، والسلام عليكم.